الفنان حسن الهلالي، ألف مبروك، بنبارك لك على ماريونيت. وكلمنا بقى شايف الدور ازاي وكواليس الفيلم. هو انا ما اشتغلتش في الفيلم، احضر الفيلم لان جاب لي دعوة المخرج استاذ احمد البرديسي، حسن البرديسي صديق مخرج العمل، وهو اللي عامل الفيلم. فانا جاي النهارده عشان خاطر استاذ حسن البرديسي، قال لي انا عايزك تيجي تحضر الفيلم. فانا شايف ما شاء الله يعني هيبقى فيلم حلو، وبالتوفيق ليه في العمل دوت. وان شاء الله هو كلمني قال لي ان شاء الله انت معايا في العمل الجديد، وبالتوفيق لكل الفنانين. والاستاذ حبيب قلبي استاذ عيد ابو الحمد فنان جميل، والنجمة عايدة رياض، وكل الناس الحلوة اللي في الفيلم انا بقول ربنا يوفقهم. والجديد بقى ان شاء الله انا عامل فيلم نازل في العيد مكسر الدنيا. الفيلم ده من انتاج الحاج احمد السبكي. الفيلم ده ما شاء الله اسمه بعد الشر، وعليه اقبال جامد، وفيلم ناجح، والحمد لله لقيت شعبية وجماهيرية من بعد الفيلم. الفيلم الجديد بقى كالبطولة انا لسه معرفش، بس ان شاء الله مع الحاج احمد السبكي في الفيلم الجديد برضك، فان شاء الله خير. يعني قال لي انت باذن الله معايا في كل عمل، وربنا حابب فينا خلقه، لان ليا جمهوري وليا شعبيتي، والجمهور فرح ان انا رجعت للسينما تاني بعد فترة طويلة، يعني بعد فترة 20 سنة فرجعت للسينما تاني، وحب الناس، وربنا يحبب فينا خلقه، ودي نعمة. وبعدين انا عامل فرقة كمان اسمها شلة المجانين، والفرقة دي بغني في افراح وعياد ميلاد وحفلات، والحمد لله رب العالمين. يعني عندي مواهب كتير، الحمد لله. يعني ربنا وفقني في الجديد احلى واحلى. وانا كمان بغني في اعمال زي مسرحيات برضه، بشتغل مسرح، بشتغل مسلسلات تلفزيونية، بشتغل افلام، بغني. انا بعمل حاجة يعني بتاعتي انا، يعني ما بحبش قلة حد. يعني هي لا هتمشي مهرجان ولا هتمشي شعبي، وهي هتمشي كوكتيل، يعني مفاجأة، لان هي هتبقى الفكرة فكرتي. انا بقعد مع المؤلف وبقول له انا عايز اعمل افيه، الافيه ده اللي بيعلم مع الناس. فانا عشان كده لما بفكر اعمل افيه يضحك الناس، لان انا ليا جمهوري. وممكن اغني حاجة لعبد الحليم، انا بغني لعبد الحليم كمان. ممكن تسمعنا حاجة؟ ماشي. بحبها وفي قلبي ساكن حبها، يا ريت يشوق، يا ريت يشوق توصل لها ويحس بيا قلبها. بحبها بكرة خلاص هقول لها روحي لها قلبي لها، هي الهنا هي المنى هي حياتي كلها. بحبها الحمد لله. دي موهبة والحمد لله نعمة من عند الله، ودعاء الوالدين أهم حاجة في الدنيا، وربنا وفقنا، وكله بالنجاح والتوفيق للجميع إن شاء الله. بقى النجم حسن الهلالي، الناس عايزة تعرف أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ جمهوري الحبيب اللي أنا بحبه عايز أقول له رسالة. إحنا كلنا مصريين، سواء أهلاوي أو زملكاوي. أنا ما بحبش العنف. يعني مثلا لو أنا زملكاوي والأهلي لعب مع الزمالك مثلا،
ما ينفعش ان احنا نضرب في بعض او ناكل في بعض، لان احنا كلنا مصريين وكلنا اخوات، فما فيش داعي للعنف. في الرياضة اخلاق وادب واحترام، لان الرياضة هي اللي بتعلمنا الاحترام والادب والاخلاق. عشان خاطر الانسان اللي يشجع بعقل مش بعنف. انا بقى يعني بشجع الفريق منتخب مصر. لو لقيت الزمالك او الاهلي بيلعب بقول دول اخوات الاتنين، فانا ما بحبش حد يزعل مني. انا بشجع منتخب مصر بس، لكن انا ممكن اراضي ناس اقول لهم انا زملكاوي، وناس تانية اهلاويه اقول لهم انا اهلاوي، لكن انا ما بحبش لا زمالك يزعل من الاهلي ولا اهلي يزعل من الزمالك. ومفيش احسن ان احنا نبقى كلنا حبايب. وعشان كده انا هقول اغنيه كده الاهلي والزمالك، بقول يا اهلاويه يا اللي مية مية، ويا زملكاويه مليون تحيه. انا برتجل على فكره. عايزين نشجع بعض. لو انت زملكاوي شجع بأدب واحترام، لو انت اهلاوي شجع بأدب واحترام. وبلاش العنف في الرياضة. الرياضة أدب وأخلاق، وما فيش أحسن من الأخلاق، وما فيش أحسن من الأخلاق. وتحية ليكم من الفنان حسن الهلالي اللي بيحبكم يا أهلاوية يا زملكاوية، مليون تحية. احسن رساله نختم بها. شكرا يا استاذ حسن، ورساله لنادي مصر بنشكرك وبنمنحك التوفيق ان شاء الله. يا رب بالتوفيق، وبنقول ربنا يوفق المخرج حسن البرديسي في فيلم ماريونيت ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. ونختم باغنيه تانية كده صغيره. يا تمر حنة يا تمر حنة، خليتي بينا وبعدت عنا، الورد كله كسل جناين، اشمعنى انتي اللي شاردة منا، الورد كله كسل جناين، واشمعنى انتي اللي شاردة منا، يا تمر حنة يا تمر حنة.